السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل اكله حلوه وسهله في نفس الوقت وخفيفه وطعمها بقى تحفه، مع طبق بقى بتنجان مخلل الله عليه، ولا الملوخيه المطشه مع الفراخ بقى المسلوقه ومشويه في نفس الوقت. يلا بينا نشوف، بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه هنعمل البتنجان المخلل. طبعا جبت البتنجان وغسلته وشلت العنقود بتاعه اللي فوق، وحطيته كده في كسرولة او حله صغيره، وغطيته كده بالميه، وهسيبه لغايه ما يتسلق. ونخلي بالنا ما يتهرش مننا، لازم يبقى ماسك نفسه. البتنجان بعد ما اتسلق صفيته وشطفته كده تحت الحنفيه عشان اوقف عمليه السوا بتاعته. وشايفين البتنجان مستوي معانا، لا اتهرى ولا اي حاجه. هنجيب السكينه ونروح شقينه كده نفتحه علشان خاطر نحشيه. الحشو بقى معانا توم، معانا فلفل احمر حراق وملح وشويه كمون بس ما نكترش منه قوي، وشويه كزبره صغيره دي اختياري، ومعانا عصير ليمون، وممكن تحطي كمان خل. انا هكتفي بالليمون. واقلب كل دول مع بعض، وابتدي بقى احشي البتنجان بتاعنا. اخد واحده كده واروح حشيها بالخلطه بتاعتنا. طبعا في ناس بيعملوا بالفلفل الاخضر بيبقى حلو، لكن بصراحه جربي الفلفل الاحمر الحراق ده، البتنجان بيبقى طعمه تحفه، حلو جدا. وتتبيله بسيطه، ما بحطش بهارات وحاجات كتير، لا، هو يا دوبك شويه ملح وشويه كمون كده صغيره وبس على كده. والليمون اهم حاجه، وعايزه تحطي خل ممكن تحطي خل. خلصت الكميه بتاعتي ورصيتها في علبه كده. هجيب بقى شويه ميه واحط عليهم ملح، بس ما كترش لان البتنجان طبعا فيه ملح. واغطي بقى البتنجان ده بالمحلول الملح. وفي طبعا بقيه التتبيله احط عليها شويه ميه واحطها فوق البتنجان. الله على الجمال، حلو جدا. ولازم البتنجان ده اغطيه بالميه. واجيب برضو ليمونه واروح عصرها كده من فوق الوش، واحط القشر بتاعها فوق البتنجان، واغطي البتنجان واقعده بقى في التلاجة. هيقعد معايا اسبوع اسبوعين، هيطول معايا، بس اهم حاجه نغطيه بالميه ونحطه في التلاجة وبألف هنا. بعد كده بقى هجيب بصلايه مقطعه قطع صغيره، واحط معاها شويه ملح وشويه فلفل اسود بس كده، وادعكم بقى مع بعض. واكون بقى جايبه محضره الفراخ بتاعتي، طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا جايبه فرخه، والفرارجي مقطعها لي على 4. طبعا غسلتها كويس قوي بالملح والدقيق والليمون. انا لازم الطيور اغسلها بالملح والدقيق والليمون، ما يبقاش فيها زفاره خالص. حتى الفرارجي مقطع لي الجناح بتاع الصدور، فقلت مش مشكله يعني، حلو كده. بجيب الصدور والوراك واعمل لها فتحات عشان احشيها بقى بحشوه البصل. الحشوه دي بتخلي طعمها حلو جدا جدا. وبصوا بعمل الصدور كمان زي جيوب، بفتح كده من الصدر من النص، بروح حاشياه وبحشيه كمان من تحت الجلد. والورك كمان بعمل له فتحه من تحت الجلد واروح حاشياه. احط حله ميه على النار وما ازودش الميه كتير عشان عايزين الشوربه تبقى مركزه. واول ما تغلي انزل بقى ببصلايه وطماطمايه وجزرايه وورق لورا وفلفل اسود حبوب، ما كانش عندي رحت حاطه بودر وحبهان. واروح نازله بقى اول ما الاقيها غليت كده، اروح نازله بقى بالفراخ بتاعتي علشان خاطر تستلق. زي ما قلت لكم الخلطه اللي احنا عملناها دي بتخلي الفراخ تبقى طعمها حلو قوي. هجيب بوله بقى واحط فيها معلقه صلصه او معلقه كاتشب، ومعلقه عسل اسود او عسل ابيض او ممكن صويا صوص، يعني اي حاجه موجوده عندك. وهحط معاها ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ وشويه زيت، واقلبهم كده مع بعض. ادهن بقى الفراخ بتاعتي كده. شايفين اللون اصلا حلو من قبل ما احطها في الفرن. طبعا وانا بدهنها كده الفرن شغال على درجه حراره 200، يا دوبك هي مستويه، هتاخد الوش بس وهتطلع. بما ان بقى الدنيا حر واصلا ما فيش خضار كتير في السوق، فقلت اعمل ايه، شويه ملوخيه تبقى اكله خفيفه كده. جبت الملوخيه قطفتها وغسلتها وسبتها لما نشفت، وبخرطها بالمخرطه. احلى ملوخيه تاكليها بالمخرطه. اخدت بقى من شوربه الفراخ شويه كده، ما نزودش، نحط شويه صغيرين ولما نحتاج نحط تاني. حطيتها كده شويه ورحت حاطه بقى حته تومه كده نيه صغيره وشويه شطه. واول ما تغلي انزل بقى بالملوخيه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اوطي النار كده شويه وانزل بالملوخيه واروح مقلباها بقى على طول، ما نخليهاش تغلي. واحط معاها رشه صغيره من بيكربونات. الكربونات بتحافظ على اللون الاخضر بتاعه الملوخيه. احط طاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه، واول ما تسيح السمنه اروح نازله بالثوم بتاعنا المفروم.
اقعد اقلبه لغايه ما يجي يخش في اللون الذهبي، اروح نازله عليه بمعلقه كزبره ناشفه. الله على الثوم والكزبره، ريحتهم تحفه. اقعد اقلب فيهم كده لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي. ونخلي بالنا عشان ما يتحرقوش مننا، لو الثوم اتحرق بمره. اول كده ما يتحمر انزل بقى على طول على الملوخيه بتاعتي، تقولي تش ويلا. الله على الجمال، الله على الحلاوه، الريحه بقى تحفه. بس اول ما الاقيها هتغلي كده اروح على طول مطفيه النار. طبعا من الشويه اللي في الطاسه دول ما نسيبهمش، نحط عليهم شويه ملوخيه ونطشهم تاني. اعمل بقى شويه رز، حطيت حله على النار وحطيت فيها معلقه سمنه وشويه زيت وورق لورا. لو عندك مستكه بقى ممكن تحطي. الله على الجمال. اطلع ريحه كده لورق اللورا، اروح نازله بقى بالرز بتاعي المغسول ومصفي، اديله تقلبتين وانزل عليه بالميه واسيبه لما يتشرب، اوطي عليه النار 5 دقايق واطفي عليه. اكلتنا النهارده بقى خلصت. الله على طبق الملوخيه تحفه، والرز الابيض يا جماله، ولا شويه المخلل البتنجان. الله، شايفين البتنجان لونه كده بقى بنفسجي، ناس كتيره بتحبه ياخد اللون البنفسجي ده تحفه. ولا الفراخ، الفراخ بقى تاكليها مش هتعرفي ان هي مسلوقه، هتحسبيها مشويه. شكلا شايفين شكلها زي المشويه بالظبط، وكمان لما تاكليها وخفيفه وحلوه جدا. اكلنا النهارده خفيف وطعمه حلو جدا جدا. يلا بقى جربوا الاكله دي، قولوا رايكم في الكومنتات. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.